الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله: باب الدعاء بين السجدتين. قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا زيد بن حبان قال حدثنا كامل بن أبو العلاء قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. باب الدعاء بين السجدتين، يعني عند الرفع من السجدة ما هو الذكر الذي تقوله؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. والراجح في هذا الحديث أنه ضعيف. وأما الذكر الصحيح فهو تقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ترددها ولو 1000 مرة. لكن هذا الذكر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبديله والصحيح الذي ذكرنا. نعم. باب رفع النساء إذا كن مع الإمام ورؤوسهن إلى السجدة. قال حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن مسلم الزهري عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم. يقول: كراهية أن يرين من عورات الرجال. يرين أن يرين من عورات الرجال. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، كان الرجال والنساء يصلون معا في مكان واحد، وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثيابهم قصيرة، وكان كثير منهم يلبس ثوبا واحدا، فلذلك مظنة انكشاف العورة عند السجود لمن يأتي من الخلف، وليس معناه أن العورة تنكشف وبيصلي، لا، هذا معناه أن انكشاف العورة لمن يأتي من الخلف، لأن ما كان هناك لبس التبان اللي هو الملابس الداخلية ما كان هذا موجودا، وإنما كانوا يأتزرون. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء عن رفع رؤوسهن قبل الرجال. قال الراوي: كراهة أن يرين من عورات الرجال. نعم. باب طول القيام من الركوع بين السجدتين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت بن حميد عن أنس بن مالك قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمامه، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ويسلم، فكان يقع بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. قال حدثنا مسدد بن أبو كامل ذكر حديث أحدهما في الآخر. قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال أبو كامل: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فوجدت قيامه إلى ركعته وسجدته إلى ركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف. نعم.
والانصراف. وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال أبو داود قال مسدد فركعته واعتداله بين الركعتين فركعته واعتداله نعم فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. واضح معنا واضح. تفضل. باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا حفص بن عمر النبري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض قال النسائي قال ابن داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن المثنى قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال القعنبي عن سعيد المقبوري عن ابي هريره وقال في اخره فاذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ومن تقصد من هذا شيئا فانما انتقصته من صلاتك. وقال فيه اذا قمت الى الصلاه فاسجدوا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه ان رجلا دخل المسجد فذكر نحوه وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرا بما شاء من القران ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله اكبر ويرفع راسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع راسه فيكبر فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عمه رفاعه بن رافع بمعنى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تتم صلاه احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين ثم يكبر الله تعالى ويحمده ثم يقرا من القران ما اذن له فيه وتيسر. قال فذكر نحو حديث حماد وفيه قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام وربما قال جبهته من الارض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاه هكذا 4 ركعات حتى فرغ لا تتم صلاه احدكم حتى يفعل ذلك. قال حدثنا وهب بن بقيه عن خالد عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن رفاعه بن رافع بهذه القصه وفي
فيها. قال إذا قمت توجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وانفض ظهرك. وقال إذا سجدت فمكن بسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وفيها قال إذا أنت كنت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. وقال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. أذان